بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. يا صباح الورد وصباح الياسمين، نهاركم عطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. بدأت زي ما انتم شايفين كده بالمطبخ، هنوضبه يعني. بص روتين كده بالاخر كده يخليكم تقوموا تعملوا كل حاجة. فيلا كده كل اخت داخلة عندي القناة عايزة اللايك بتاعك الحلو، عايزة الاشتراك بتاعك الحلو، الكومنت الحلو، اثبتوا وجودك معايا في القناة. واهلا وسهلا بالناس القديمة اللي معايا في القناة، اخواتي حبايبي، اهلا وسهلا بالناس الجديدة اللي داخل قناتي، كلكم فوق دماغي من فوق. يلا كده بقى نبدأ الروتين بتاعنا كده. حاجة طاقة إيجابية يعني، من الآخر كده تاخدي الطاقة الإيجابية. بصوا بقى، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت كده زي ما انتوا شايفين، خدت البوتاجاز عندي زي ما انتوا عارفين. الجو بيبقى صايع، فعايزة يعني ايه المطبخ عايزة نفرشه، عايزة نظبطه. كانت قطعة عندي بره والقطعة التانية كانت جوه في المطبخ، فاستعنت بالله كده. وزي ما انتوا شايفين بدأت بالبوتاجاز. احلى رغاوي تاخديها بريل الليمون، بجد روعة. بريل الليمون ده حلو خالص، بنجيبه من التموين. تمام. ناخد نكتة، بصوا بيعمل معايا ايه، بيخلي بينظف، بيخلي المنظر حلو خالص عامة يعني نظافة. وبيدي انتعاش حلو. بيدي انتعاش لما تحط ايدك فيه كده. نظافة حلوة. برضو كل حاجة انت بتعمليها راح حلوة. خد الطاقة الإيجابية من حد بتاخدي طاقتك الإيجابية منه. عايزة نقول لكل أخت، والله العظيم الحياة أبسط من يكون. والله العظيم الواحد يمكن كنت مكلم أخته وحبيبتي دينا. الواحد بنقول لها دينا، الانسان مش عايز يشيل فوق طاقته، وحاولي ما تشيليش فوق طاقتك فعلا، ما تشيليش فوق طاقتك. بصي اعملي يومك كده، خليكي بسيطه، اعملي يومك كده. ابدأي بالوجه الله الكريم، ما يهمكيش كلام الناس، والله ما تحط حد في دماغك، حطي ربنا قدامك وتعاملي. اوعي تحطي كلام الناس، ولا تحطي ان ده بيتكلم عليا ولا ده بتقول عليا. ما تخليش قلبك يشيل شحنات، النكته السوداء دي اخفيها من قلبك. ايه هي النكتة السوداء يا مروة؟ بص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ايات كتير في القرآن، ايات كتير. بصوا كل حاجة سبحان الله ربنا جعل فيها حاجة. النكتة السوداء تشحنات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مخرج الشيطان ومدخله. هتلاقي نفسك النهارده فلانة اتكلمت عليا، ده فلانة مش عارفة ناخد بحجي، ده مش عارفة هنعمل معايا. لا لا لا، ما تخليكيش زي حد، خليكي قدام ربنا تبقي صافيه من جواكي. هتشيلي نفسك كل ده حمل على قلبك ليه؟ والحياه ابسط من يكون. يا عالم النهارده موجودين في الدنيا، بكره الواحد بيقول يا رب انا مش شعبطه في حبالك. يا عالم الواحد يروح كده وهو يكون عارف ان في حاجه بينه وبين ربنا حلوه. فما تشيليش نفسك كلام الناس، اللي يقول واللي يعيد يعيد. انا مروه خدت درس كتير وخدت دروس كتير، بس والله ما عملتهمش بمعاملتهم. بقيت نعمل المعامله الطيبة، المعاملة الرحمة اللي ديني قال عليها. بنخاف من ربنا ونقول يا رب خايفة منك، يا رب بعدني عن أي حاجة تعكر مزاجي، يا رب بعدني عن أي حاجة تعكر قلبي، تشيل بالشحنات، والنبي يا رب نقعد ندعي كتير. يا رب جرب بيني وبين سعادتي، خلي بيني وبين سعادتي توفيق يا رب. ادعي لنفسك وادعي لعيالك، وما تبصيش حواليك، اللي يقول واللي يعيد يعيد. انت اهم حاجه تكوني انت ايه، انت ذاتك ايه، القلب الابيض. القلب ما تعليش قلبك فيه كراهيه ولا شيل من حد، بالعكس قولي الحمد لله يا رب، وزدني يا رب، اللهم زدني يا رب من ايماني. الله بكل حاجه ادعي افتحي بلكونتك شباكك وادعي. اهتم ببيتك وعيالك، اهتم بمظهرك، اهتم بنظافه عيالك، بدل ما تهلكي صحتك وتهلكي دماغك في تفكير مع حد ما يستاهلش. في ناس تستاهل وفي ناس ما تستاهلش، واللي ما تستاهلش دي ما تفكريش فيها، بياخدوا طاقتك انت. ما انت عشان هنقعد نفكر في فلانه ولا علانه، والله بياخدوا طاقتك انت. طب وانت ليه تعلمي قلبك كده كراهيه وزعل وحقد وغل؟ لا لا لا، اوعي. عارفه انا الواحد طول ما انا ماشيه بناخد دروس في حياتي، ضربه بتجويني وضربه بتكسرني، بس بنقول يا رب وان شاء الله بعون الله نقول يا رب انا بعونك يا رب، مفيش حاجه تكسرني، عشان انا خايفه منك يا رب وعامله حسابك يا رب. ادعي كتير، كتري، وما تحطوش حد في دماغك. اتبعي لجوزك ولعيالك ولبيتك بس، اهلك وناسك وحبايبك. الناس اللي بتقولك مرحب بيك حطيهم فوق دماغك، الناس اللي بتقولك هناخد من طاقتك، هنتعبك، كذا كذا، خليكي في حالك، ازيك وكل واحد في حاله وخلاص، خلصانه. فالحمد لله ربنا يجعل بيوت المسلمين عمار، ويبعد عننا اذى الدنيا واذى الناس يا رب. كده كنت خلصت. ايه رأيكم بقى المطبخ؟
غسلت المواعين، غسلت الحيطة معاكم اهو. كل ده ما خدش معايا حاجه. هننضف بقى، هنروج، عايزه بيتي يبقى مملكتي ده تبقى منوره. انا ايه اللي يخلي حاجه تزعلني؟ نشيل لي فوق طاقتي. ما انا عارفه ان انا رايحه في الاخر، يبقى ليه ما نسيبش اثر، نسيب سمعه حلوه لعيالي قدام ربنا، تبقى النيه الصافيه، تبقى القلب الابيض. ليه ما نعملش كده؟ معلش، الشيوخ اللي بتأذن، الناس اللي بتدي محاضرات، الناس اللي كذا اللي كذا اللي كذا، ليه ما نبقاش زيهم؟ ليه يا رب ما نبقاش عارفة ديني صح وعارفة قرآن ونرتل القرآن ونبقى من أهل الدين وخاصته؟ ليه ما نطلعش عيالي كده؟ لا أنا عايزة يا رب، أنا عايزة مش ليه، لا أنا عايزة يا رب، أقف جنبي يا رب وساعدني. فبصي، بإيدك أنت بعد ربنا، ربنا في الأول وأنت بعد ربنا. وما توفيقي إلا بالله. توفيقك في بيتك، في مع جوزك، مع عيالك، بعد أنت بعد ربنا. شوفي بقى هتدعي أدعيتك الحلوة بإيه، هتبقى على لسانك على طول. اخلاقي حاجة في بيتك كده، يبقى البيت فيه قرآن. اخلاقي جو حلو في البيت، يعني خلي جو كده في البيت بتاعي مميز. بيتي مش زي حد، بيتي في عيال طالعين اللهم بارك يا رب الاوائل في المدرسه، اللهم بارك يا رب، عيال عارفين دينهم وعارفين ايات من القران. وامشي بقى في الحياه وقول يا رب. بصي خلي بالك على قد ما تقدري، انت اللي هتتحاسبي لكل راعي. انت راعيه على عيالك وجوزك راعي عليكي. فخدي الكلمه الحلوه اللي تاخديها من طاقتك الحلوة، خديها من جوزك، طاقتك الحلوة خديها من أهلك، طاقتك الحلوة شوفي بتاخديها من مين. ويكون جوزك برضو ليه محل معاكي في اليوم، حاجة حلوة، مكالمة تليفون حلوة. سيبك من جال وما جالش. الناس بتاخد من طاقتك، الناس اللي هي فينا الشر يا رب، اللي مستنيالك غلطة. فما تحطيش الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش. بص لحياتك انت بس، وطلعي جيل اللهم بارك يا رب اكل عصافير صغننه وتدلعيهم كتاكيت وعيال كده وحاجات جميله. وانت ذاتك كده تعلمي الكلمات اللي ما تعلمتهاش ان انا نقولها. نتعلم الكلمات الحلوه اللي نمدح جوزي بيها، نخليه كده يجي يضرب لي تعظيم سلام. بيتي يبقى منور، القران نفصل من هنا نشغل هنا، ريحته حلوه، البيت بتاعي يبقى نضيف، حياتي كلها تبقى نضيفه مش متلوثه باذى ولا نشيل من حد ولا نتكلم على حد في ظهره. راجعالي، اصل ده كله راجع. فاستعيني بالله في كل شيء. شوفي بقى لك صدقات، شوفي بقى يومك ازاي هتعديه. هتسيبي حاجة كده في يومك تعدي من غير ما انت واخدة كده حاجة حلوة، حاجة حلوة تبقى في حياتك. فربنا يعيننا جميعا يا رب. واطلبي من ربنا الإعانة دايما، اطلبي من ربنا ولحي، وربنا يعيننا في بيوتنا يا رب، ويعيننا على أولادنا يا رب، اللهم آمين. كده بقى لكل أخت لاخواتي طبعا. كنت بقى في سكر، في حاجات بقى مفضيها عشان عايزه مبقاش قطعه هنا وقطعه هنا، يبقى قطعه واحده بس. مع الغنة والإخفاء في قوله تعالى من بعده، فيجوز الوقف على كلمة بعده من قبيل الوقت الكافي. هكذا إنا أوحينا له والنبيين من بعده، وقال وأوحينا خلصت الحمد لله بفضل ربنا عليا، الحمد لله خلصت، ما خدش معايا اي حاجه خالص. هي المساحه مش كبيره بس فضل ونعمه من عند ربنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والله ولا بالفلوس ولا باي حاجه، الراحه النفسيه بس، هي دي الراحه النفسيه. قلت هنعمل اكل ايه، فنزلت جبت فول. قلت نعمل مثلا طبق فول حلو بطحينه، طبق سلطه، بيض، مخلل، وجبت برضو شيبسي. فالحمد لله نعم وفضل من عند ربنا. ما كانش الوقت هيجيبنا، حتى كنت هنعمل اكل ولا حاجه نطبخ مثلا، ما كانش الوقت هيجيبنا عشان في مذاكره الملك، فيها حاجات برضو ليه عايزه اخلصها ورايا. الحمد لله نعم وفضل من ربنا. بنعمل الفول بطحينه زي ما انتم شايفين كده، يعني كلكم بتعملوا احسن حاجه بس كل واحده ليها طريق. عملت فول بطحينه، بنحط عليه طماطم، ليمون، قرن فلفل حلو كده يعني، وبنيجي نازله بالطحينه عليه. طبق فول بيبقى طعمه حلو. الصبحيه كمان يا سلام سلم وانت صاحيه كده على مع البصل مع الجرجير كده، طعميه سخنه يا سلام سلم بجد يبقى طعمه حلو خالص. الطبق ده في الفطار كمان بيبقى حلو خالص. هنيجي بقى حتى ملح
حبة كمون حلوين كده وليمون، منحطش ليمون كتير عشان ما بيخلوش يعني ايه مزز او ممر. ومعلقتين طحينة. الطحينة كنت جايباها من التموين. التموين عندنا يعني كمروة بنجيبه يوم 6 يوم 7 في الشهر، عشان ما بنجيبش الزيت، ما بنجيبش السكر، ما بنجيبش السكر فيه ولا بنجيب الرز. اساسي بنجيب الزيت، اساس التموين الزيت، الطحينة، كرول، حاجات من دي. حطيت بقى معلقة ملح كويسة كده وحبة كمون برضو حلوين، يعني نص معلقة كمون كده ولا معلقة كمون. الكمون حلو عامة في الأكل، ليه فايدة. بس كده. وهنيجي كان عندي بيض برضو، هنيجي لكام بيضاية كده. وكنت جايبة شيبسي ومخلل. بنقول لكم الأكلة دي في الصبح بتبقى روعة. والفول عندنا واحد تحت فتح محل بس بيعمل الفول بتاعه حلو، يعني بنجيبه منه ساخن. بنجيب مثلا 4 جنيه 5 جنيه الكيسة دي زي ما انتم شايفين. اخواتي اللي من بره طبعا مش عارفة عندنا غير عندكم اكيد، لان انتوا بتسألونا على حاجات وانا بسألكم برضو على حاجات. فده الفول بتاعنا المصري بمعنى اصح يعني. هنيجي بقى ايه، كنت جايبه جبنه هنحط عليها مثلا زيتون، هنحط عليها طماطمايه كده تفتح النفس، يعني حاجه كده ايه تدي لمعان في الاكل. الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا رب، نعم وفضل من عند ربنا. كنت بقى مخلصه كل حاجه. كنت يعني خلاص هنقعد بقى نذاكر لملك، هناكل يعني عشوه كده خفيفه ونقعد بقى نذاكر لملك. والحمد لله اليوم عدى بصحه وسلامه وستر، لك الحمد يا رب ولك الشكر يا رب. كنت جايبه بقى فلفل، كنت جايبه شيبسي، جبت يا ربي 4 اكياس تقريبا، اللي هو ب3 ده. ملح فلفل، ملح وفلفل حلو. وكنت جايبه بالفراخ برضو. وجالت بيضه اهوت، بس البيض بنجيب سمنه، منحطش عليه زيت بصراحه، بالسمنه بيديله طعم حلو ومش سمنه كتير برضو. وكان عندي مخلل ده في التلاجة، الزيتون والبصل. والحمد لله. وادي طبق الفول المصري طبق الفول بتاعنا في مصر بجد طعمه بيبقى عسل. والحمد لله يا رب. وكان ده العشاء بتاعي. وكنت كده فيديو النهارده، نتمنى الفيديو يكون عجبكم. اللايك اخواتي، متنسوش في اللايك والكومنت الحلو اللي زيك ده تشجعيني بيه. واخت، كل اخت عايزه بتقول ادعي لي يا مروه، تكتب لي في الكومنتات الدعوه اللي هي عايزاها والاسم، وعلى راسي كلكم. تعالوا بقى كله معايا، مستنياكم، عايزاكم كلكم كده نلمكم العشوه دي. هي حاجه بسيطه بس الحمد لله. نجيب لكم احلى حاجه والله. ربنا يسعد روحكم ويسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.